عايزين صراحة حاجة. طيب اخوانا، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. اخوة الكرام، بمقاماتكم المختلفة من إدارة أهلية لضباط وضباط صف وجنود السيد الوزير كلكم الأشاوس، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. والله يا جماعة أنا بفتكر الحاجة اللي تكلفنا بها فقط تكلفة موت وليس إلا. الله أكبر. ودي والله يعني احنا أهلها وبالأشاوس ديل بيملوا عين أي زول. نشتغلوا البيان من العمل أصلا ما ناس كلام. احنا قبل يعني والله ناس صور. الدعم السريع ولا غير الدعم السريع؟ قلنا نسقط النظام ده. احنا بتعرفوا كويس يشيلوا لنا عربية شرطة، عربية بوليس بنستضعف المكانات الضعيفة بنلفوا فوق الكتاب دول ونجي يشيلوا لنا ضراب وفول وحاجات ومن الطرف الفريق هنا، خالتي بهنا، عمتي بهنا، حماتنا بهنا، وأملنا نسقط الخرطوم. الكلام ده قبل 23 سنة ومستمرين فوق لحد يوم الليلة وما حنتراجع منه. الكلام ده في ناس ما بيفهموا شنو. يعني ناس سوار محررين، رتب دي كلموها لنا من هنا لهنا. تنظيم وليس إلا، تنظيم وليس إلا، بس ما بتفرق فينا أي حاجة. الله أكبر. أدونا ما أدونا والله أنا الليلة أسد لو ما جات بسنس أصغر جناجيش ناس تطلعها لبسلوه. الله أكبر. وبيع عصاينا ولا بيع منادقنا دي أي معركة كمل لقيتونا قدام خدارين نسوه. الله أكبر. وأي زول معانا هنا في يوم أنتوا دخلتوا معركة وأنا إحنا قعدنا ورا انتظرناكم. دي ما بنسوها قبل كده ما سويناها وبعد وانا ده ما بنسوها. يا اخواننا الحس طويل بارا. جاهزين ابو شقره، جاهزين. في زول معانا في بارا، في زول معانا في بارا كلام عرب كثير ما بينفع. والله انا متاكد اذا لم اضطر الامر الحجاج ديل بجل عليكم بتلقوهم قدامهم. احنا ديل اصلا خلق الموت ده لبسناه وده كفلنا كدمونا ده بس. زي ما قالوا حق الكفن موجود. الله اكبر. ونحن متاكدين والله الانتصار بينشاف في عيونكم برا. ما الليل وبس دقينا بكم الخرطوم شتتناه. ليه جاي شلناه ليه شادوا ليه حلة البرهان. حلتهم الله يكرمكم بأسمانا ما في ذي بيقدر يطريها. شلناهم لمدني، شلناهم كردفان كلها فقط للتماطل بتاع القيادة المكلفة بالأمر من الخرطوم ومن الجزيرة. عيننا لبورسودان بقينا عيننا للجزيرة، من الجزيرة عيننا بقت للجيلي، من الجيلي مرقنا منها للخرطوم، من الخرطوم لمدرمان. متى ما شعلنا شنو انسحاب تكتيكي وانسحاب فني وعطل فني زي شغل الجلابة، طيارتهم تنضرب بلا حمراء بفوق قولوا عطل فني. وده برضه نحن برضه عندنا زي ما قالوا رايحة والستان بتاع كيسان وعندنا التربية بتاع كيسان. لكن الخروف إذا ما كسوره وحجم قوة بيجي بدق الدور إن شاء الله حنردحهم بيد من حديد. الله أكبر. والشغل ده بيختلف. نحن والله نبارك الحكومة الجديدة ومنتظرين متين تتكلف حكومة الليلة إن بكرة عشان بعد ذاك نحن نعرف في مجتمع بعد ذاك يعيش بقانون بحماية برعاية دولية، ننفك من العزلة الدولية، نحن نكون ننفتح مع العالم وكان اللي بقيت بس بندقية نحن أهلا والله. الله أكبر. أبشر. أنا نترحم على كل أرواح الشهداء الذين دفعناهم من أجل الحرية والديمقراطية والمواطنة والبقاء بتاع الحياة. ربنا تقبلهم والجرح ربنا يشفاهم شفاء عاجل. والآن يا أخواننا زي ما ذكرنا قبل قلنا كل القوة بارا جوا. الله أكبر. بارا جوا. بكرة كان صحيح في الكباشي في غيره في الزيت في عبيد في أي فلنقاي بيقدر يلاقينا والله جوا. الله أكبر. أنا خايف بكرة العيال الصغار دي يلعبوا بين الناس دي يقولوا الله أكبر. الكلام ده والله ما حاجة جديدة، ما حاجة جديدة.
كم قايد متحرك وكم دول بلا عالع وكم دول بطن ممدود لسايقين له قدامه. الله اكبر. حنسوقهم زي ما سوقناهم اول ثاني نسوقهم وبكره نسوقهم ونسوقهم ليوم القيامه. الله اكبر. قدام. ايوه يا جماعه دي الناس ما بيصلحوا. واذا نجوا الكلام اللي شايفينه في التليفونات ده الذبح والاغتصاب والاباده الجماعيه وحرق النيران والحاجات ده والله حتشيفوا هنا. حتشيفوا هنا. حرب دي يا اخوانا ما جديده. السودان دي قبيله حربهم قاموا من هنا دفعت ونصروها هناك. حرب كرري ومن بكرات ما في جلاد بشلة دخلوها اجدادنا نحن. بسلاح ابيض بحراب بسكاكين بسيوف دخلوه.